السلام عليكم يا حبيبات، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وطمأنينة وراحة بال. اللهم آمين يا رب العالمين. حشتوني من الفيديو اللي فات. يلا نبدأ فيديو جديد النهاردة وميزانية 15 يوم جديدة بنات، وهنقول فيها هنعمل ايه. طبعا 15 يوم دول جبت أكل مختلف عن 15 يوم اللي فاتوا، وبحيث ان انا يعني انوع في الاكل وما نسقش منه. الخضار طبعا اساسي، وهقول لكم على الاسعار بالظبط، وهقول لكم صرفت كام بالظبط، وهقول لكم على يعني انا هدبرها ازاي وهعملها ازاي في ال 15 يوم دول. ان شاء الله نوفر مع بعض ونملى الحصالة سوا، واللي نفسها في حاجة يا رب يا رب تعملها. بصوا، اول حاجة هنبدأ بالخضار. انا جبت كوسة يا بنات الاسبوع اللي فات، جبت كوسة برضو، بس عملتها على لحمة مفرومة لو تفتكروا. المرة دي انا جبتها هعملها محشي، وممكن احط منها على العدس كمان. او اعمل سلطه خضار. يعني انا جايبه الكده والكده. انا جايبه 2 كيلو، كان الكيلو عامل 15، يبقى 2 كيلو كوسه. الكوسه الكيلو منها عامل 15. هقول لكم على الاسعار بالظبط، وهقول لكم انا صرفت كام في اخر الفيديو ان شاء الله. هقول لكم انا صرفت كام، يعني اللي طلعت بيه، وصرفت كام في السوق بالظبط. جبت خيار. كيلو الخيار كان فيه الاصغر من ده شويه، كان عامل 25، جبت الكيلو من ده ب20. جبت كمان برضو 2 كيلو بخمسة، الكيلو ب20، يبقى كده ب40 خيار. بجيب الحاجة يا بنات، بحاول انها تكفينا الميزانية دي، عشان بس تبقوا فاهمين معايا. احنا 7 افراد اصلا، بس الميزانية دي ل5. بس جوزي بيفطر ويتعشى معانا، بس بيبقى افطار خفيف، وعشاء زي ما قلت لكم الدكتور منعه من العشاء اصلا خالص، فده يعتبر بيفطر معانا بس. جبت بدنجان. جبت البدنجانة كبيرة شوية المرة دي، عشان هنشوي منه وهنعمل منه صينية. جبت يعني كانوا حوالي كيلو وربع بدنجان. كان كيلو البدنجان ده ب20 جنيه. والطويل يا بنات كان عامل فيه ب20 وفيه ب25. معرفش ليه الخيار البدنجان رافع كده، مش عارفه. الطماطم لسه هدت شوية، بس هادية عن الأسعار في المحلات، يعني هي بتبقى في السوق هادية طبعا. جامدة وجميلة بنات وحمراء. كان في منها طار كتير يعني، وكان الكيلو ب20، دي الكيلو ب25. يعني كان في ب25 وفي ب20 وكان في ب30، بس دي ما شاء الله حلوة يعني. جبت 3 كيلو طماطم عشان تكفيني الاسبوع كله، ما احتاجش نص كيلو. الاسبوع ال 15 يوم اللي فات، او ال 15 يوم اللي فاتوا احتاجت نص كيلو، وراح ابني جابوا له نص كيلو ب20 جنيه. فقلت لا، انا اجيبها على بعضها ان شاء الله. طبعا انتوا عارفين انا بجيب الطماطم بس للسلطه، اللي لسه عندي في الفريزر للخزين الحمد لله يعني. جبت كيلو جزر ب10 جنيه، وجبت كيلو ليمون، لان احتاجت ليمون كمان برضو ال 15 يوم اللي فاتوا. كيلو ليمون ب15. في ليمون بيقول لك نفس الليمون برضو، يعني نفس الليمون برضو بيقول لك تاخدي نص كيلو ب10 وكيلو ب15، فاخدت كيلو ب15. جبت البدنجان الطويل الكيلو ب25، والبصل الكيلو ب10 يا بنات. بس ما رضيتش اجيب ابيض المره دي، مع ان انا بحب البصل الابيض، بس انا لسه عندي بصل ابيض يعني. جبت 2 كيلو، الكيلو ب10. المره اللي فاتت جبت بصل ابيض يا بنات، كان في من القلب من جوه كده خط، حاجه ناشفه. فخفت اجيبه انه بادئ يبقى زيه، كنت اجي اخرطها كده بيبقى في حاجه ناشفه من جوه. فقلت لا، خليني في الاحمر الاسبوع ده. جبت بتوع المواعين دولت ب10 جنيه، 3 جمال برضو، مع ان عندي بالتاني، بس دول حسيتهم حلو ناعمين على حلل الاتفاق الجرانيت يعني. جبت عدس الربع ب25، ب15 ربع بعدس ب15. وجبت 6 خرشوفات كده ب20 جنيه، والتلات خصات دولت ب10 جنيه. وجبت البرتقال يا بنات الكيلو ب15، اللي هو البرتقال الصيفي. قلت اعمل صينيه كيكه، حد يشرب له، نعمل له كوبايه عصير منه يعني، فاهميني. انا مخزنه فراوله الحمد لله، جبت كذا مره فراوله خزنت، فعندي فراوله للعصير يعني. بنعملها على لبن كده، والله بنات بتبقى تحفه. لبن بتلج كده بتبقى، بصوا، بتغسل القلب كده. كده احنا كده على ما اظن ان كده بند الخضار خلص. الحاجه اللي انا بجيبها يا بنات بحاول يعني، عارفين ما فيش حاجه تبوظ مني، ما اعملش حاجه بزياده، بحيث ان الحاجه تكفيني وما احتاجش حاجه من بره. جبت ايه تاني يا بنات؟ جبت بقى ده بند اللحوم. اللحوم برضو كمان بيكفيني ال 15 يوم. اذا حد زاد عليا مثلا، ممكن اطلع كيسين من الفراخ، ما يبقاش كيس واحد. او في مثلا ممكن قطعة او مناب زي ما بنقول كده بيزيد على جنب، ببقى حاطاه مثلا في كيس وانا بقطع كده، ببقى عارفة لو حد دخل عليا ازود ده. والله المستعان الحمد لله يعني، الاكل بيزيد وربنا يبارك يا رب.
نسمي الله في الحاجه، بس نقول بسم الله واحنا بنعمل الحاجه ونصلي على الرسول ونذكر ربنا، والحاجه ربنا هيبارك فيها والله العظيم حتى لو شويه. جبت كيلو وربع سمك من الكبير ده بنات، عامل اللي هو اللي في ايدي ده، جبت 3 كيلو زي السوق اللي فات، والله اللهم بارك على طعمه، كان جميل. يعني امي كانت عندي الاسبوع 15 يوم اللي فاتوا، وكان قعد زي اسبوع في التلاجة، والله يا بنات كان طعمه جميل، كان طعمه تحفة، وكان بحاله بطريق كده، وكان اللهم بارك. جبت ال3 كيلو السمك الصغير ده بنات ب100 جنيه، 3 كيلو ب100. وجبت السمك الكبير الكيلو وربع ب110. وجبت فرختين، الفرختين الفرخ وزن الفرخة يعني هو عطاهم لي، انا قلت له عايزه الواحده 2.5، عطاهم لي الاتنين ب500. معرفش بقى ميزانهم كام على الكيلو، ب93 كيلو الفراخ عندنا البيضه بنات ب93. هات الفراخ وزنها كبير شويه، بحيث لما تيجي تقطعيها بتبقى ماسكه نفسها وكبيره كده ومتقطعه، ما تجيبيش ال2 كيلو ده خالص، يعني 2 وربع بتبقى والله يا بنات ضعيفه خالص، يعني 2.5 يعني بتبقى حلوه وبتعرفي تقطعي فيها. جبت كيلو لحمه بلدي ب 450، كيلو اللحمه عندنا ب 450. الاسبوع اللي فات جبت كيلو لحمه فرمته بنات، عملت منه لحم مكرونه بشاميل، وعملت منه الكوسه باللحمه، والله وفضل حته يعني فاهميني، مش بكتر الحاجه اللي بتحطيها، والله العظيم يوم ما عملت الكوسه دي كان طعمها جميل. عملت جنبها شويه رز مدسوسين بلبن كده، كان اللهم بارك. الاسبوع ده بقى هعمل ايه؟ جبت كيلو اللحمه ده هقطعه على اكلتين. هنعمله على طبيخ، مره مثلا على بسله او مره على باميه، فاهميني؟ يعني مره على بسله، مره على باميه، مره اعمله بخضار كده، بسله على بطاطس على كوسه، يعني زي ما انت عايزه شكلي بقى اللي انتوا بتحبوه. قطعته تقطيعه صغيره بحيث ان هو يبقى عامل في الطبيخ كله، فاهميني يا بنات؟ اللي هو بحيث ان الولاد تاكل وتملى بطنها كده. انا قلت لكم على ما اظن على الاسعار بحالها، يا رب ما اكونش نسيت حاجه، ولو نسيت حاجه او عايزين تسالوني في اي سعر حاجه اسالوني في التعليقات. فانا عملت كده بنات بحيث ان انا اظبط دنيتي، ال15 يوم ما محتاجش حاجه وما اشتريش حاجه من بره. طبعا ال15 يوم اللي فاتوا كنت جايبه سمك ماكريل، انه بادئ جبت السمك الكبير ده، كنت جايبه الماكريل الشوي ولادي حبوه جامد، والماكريل قلت عشان ما يزهقوش منه اجيب 15 يوم كده و15 يوم كده، او مره كده ومره كده. فجبت السمك البلط الكبير ده، قلت انضفه واحمره، انا ولادي بيحبوه متحمر. تقسيمه الفراخ بقى قسميها زي ما انت عايزه، يعني زي ما تحبي تقسميها قسميها. انا ولادي مش يعني مش بياكلوا او انا ما بعدتش بحب بنات. انا كنت الاول بعمل مثلا كل واحد ليه ربع كامل، ربع فرخه صدر، ربع مثلا من قدام او من ورا، فكان الاكل بيزيد وبيقعد في التلاجة، وتاني يوم اعمل له اعاده تدوير، مثلا اقطع الصدر اعمله شاورما واعمله في سندوتشات. كنت بحس ان هو انا اللي انا عايزه اعمل اعاده تدوير للحاجه ان انا اكلها لهم بالعافيه، فاهميني؟ طب ليه ان انا مثلا احط لهم الاكل بتاعهم على قدهم، والتاني يعني واعمل من التاني اكله جديده، بحيث ان انا ما اعملش اعاده تدوير وما اعملش مش عارف ايه، وابقى محتاره فيه عشان مثلا ياكلوها، فاهميني؟ فلا، انا عارفه انا اولادي بياكلوا قد ايه، بقطع. يعني انا مثلا الصدر ده لو فرد كبير، اللي هو اللي في ايدي ده، لو فرد كبير بحطه له، فرد صغير بحط له قد ده مع جناح، مع رقبه، مع قنصايه، فاهم؟ يعني بحيث ان انا ايه اظبطها كده وكده. بيقوموا ياكلوا، كل واحد بيبقى اكل اكله، شبعان مبسوط بيه، طعمه حلو. بعدها بيوم مثلا عملنا يوم كده ورجعنا تاني الفراخ عملناها بحاجه تانية بياكلوها، بحيث ان انا ما ارجعش لحكايه اعاده تدوير الحاجه، او الحاجه تتحط في التلاجة لما مش عارفه اعمل فيها ايه. بصراحه انا يعني حاسه ان انا النظام اللي انا ماشيه عليه ده مريحني، وكل واحد بيعمل الحاجه اللي تريحه طبعا، كل واحد عارف ولاده بياكلوا ايه. بس والله مش بالحاجه بكترها يا بنات. يعني عايزه اقول لكم ان انا كنت في بيت عيله، كان بيتنا، بصوا انا جدي كان متجوز 2، وانا لحد ما اتجوزت وانا في بيت عيله. يعني والدي ما عزلش، هو يعني ما عادش لوحده، وجدي راح حته بعيد، فوالدي تاني جنبي مرضاش يروح بعيد يعني. ف دي يعني دي والدي قاعد لوحده في الفتره دي. قبل كده انا لحد ما اتجوزت وانا قاعده في بيت عيله، جدي متجوز 2
وعمامي 2 وعماتي كان 5، كنت حضرت انا 5 بس، 5 بنات يعني. والسبعة التانيين كانوا اتجوزوا. أنا عندي جد الله يبارك له عنده 12 عم، ربنا يبارك لهم يا رب ويصلح حالهم، و3 رجال. فكنا في البيت كلنا مع بعضنا. كنا بنات الاكل كان طعمه حلو، والله العظيم كانت بركه الاكل طعمها حلو. يعني احنا شفنا كنا عيله كبيره ازاي، وما كانش الاكل زي دلوقتي بقى يقول لك لازم تاكل لحمه، لازم بروتينات، لازم بروتين، لازم. والله العظيم كان اكل ما احنا كنا بصوا. امي كانت تروح السوق يوم السوق، كان السوق عندنا يوم السبت، كانت تروح السوق بنات تجيب اكله السمك، كنا ناكل سمك يوم السوق. بس ما كانش في حاجه اسمها تحط في الفريزر، ولا كان ما كانش في فريزرات اصلا قد كده يعني. كان احنا اول فريزر جالنا في البيت كان فريزر عمي لما اتجوز يعني. كنا نجيب السمك كنا ناكله يوم السوق بس. اللحمه ما كانش، كان لحمه ولحمه طير كنا نذبح في نص الاسبوع مثلا. على يوم السبت سمك، التلات مثلا لحمه، او يعني حسب التلات ممكن الاربع. ما كانش، كانت قوانين، كان قانون محطوط يا بنات، السبت يبقى سمك، في نص الاسبوع لحمه اللي هو الطير يعني، الطير اللي احنا مربيينه. القانون ده ما يتكسرش غير اذا جالك ضيف وسط الاسبوع. لو جه ضيف وسط الاسبوع او يعني يوم مخالف عن اليوم اللي بنعمل فيه لحمه، كنا بنعمل كنا بنعمل لحمه في اليوم ده تاني. ما كانش فيه بقى حاجه اسمها يوم فيه وما فيش. لا ده احنا الولاد لازم تاكل، وكانت صحتنا اللهم بارك. وكان البني ادم تحس انه مرتاح كده وصحته مرتاحه، وكان في رضا، وكان في عارفين الرضا، كنا راضيين بالحاجه وحمدين ربنا. اللي اتحط قدامنا كنا بناكلوه. ما كانش في حاجه اسمها تاكلي ده وما تاكليش ده. ما كانش في حاجه يعني. انا فاكره ايام ما كان طالع السمك اللي اسمها السمكه المبروكه دي، كانت كانوا بيحبوها يعني ويجيبوها. فانا كنت بنت والله العظيم، كنت لسه ما اتجوزتش. فبنات كنت يعني كنت بحس ان هي مش بحبه، مش عايزه ناكلها. فاول مره قلت لهم لا انا مش بحبها مش واكلاها. راحت السوق يعني لما جابتها، كانت جايبه من ده وجايبه السمك البلطي، او اول مره جابتها ما كانتش يعني جابتها هي بس. فانا ما رضيتش ناكل منها، قلت لهم لا ما انا مش بحبها مش واكلاها. كنت انا وعمتي، عمتي كانت قد يعني، كانت هي اكبر مني بسنتين بس، كنا يعني ايه اللي قد بعض في البيت. المهم يا بنات اول سوق ابويا سابني ما اتكلمش. تاني مرة أمي جابت اللي هو إيه، جابت لنا كل واحدة سمكية على السمك. والله. فأكلناهم وعملتهم لنا لوحدنا ومش عارفة ايه. تالت مرة أبويا لا ما تجيبيش، يعني ما تجيبيش سمك، ما تجيبيش غير السمكة المبروكة دي. فأمي جابت طب أنا ما حاولتش ندوها أصلا. والله أنا منفتكر يا فأجي أبويا قال ده اللي موجود وده اللي هيتاكل. انا مش بحبه، عيطت مش عارفه، قال لي ده اللي موجود وده اللي هيتم. مع ان انا كنت بنت واحده والدلوعه ومش عارفه ان انا بنت واحده عند ابويا مش عند عماتي يعني، لان انا كان عندي 12 عم. المهم فجيت قلت له، قال لي هي دي وهو ده اللي هيتاكل. واكلته. وانا حاليا كده عارفين اللي بدور عليه انا بقيت بحب السمكه دي. والسمكه دي يعني اما اعملها محمره كده واحط عليها كمون وليمون، يعني سبحان الله يا رب. ان احنا ندلع ولادنا، ولا اللي مش عاجبك ما تاكلهوش، كلها نعمه ربنا. احنا اتربينا ان دي كل نعمه ربنا. نحمد ربنا عليه. ربنا اعطاكي نعمه، احمد رب. في ناس مش لاقيه يعني. كانت طبعا الكلمه دي انا كنت بسمعها على طول من كلمه في ناس مش لاقيه. انا ما سمعتهاش غير يمكن في الايام اللي هو بعد ما اتجوزت مثلا في بيت في بيت حمايه وكده. احمدوا ربنا في ناس مش لاقيه. انما عندنا زمان كان قانون الحاجه اللي تتحط تتاكل، مفيش حاجه اسمها ما يتاكلش وكانت الحاجه بيبقى طعمها حلو وكان فيها بركه. والله بنات، وكان فيها الحمد لله يعني. الناس كانت عايشه طبيخ وطبيخ من غير اي حاجه. دلوقتي احنا بندور ان احنا نحط ايه على الطبيخ ونمشي يومنا ازاي. ما كانش فيه شايل الهم للاكل ده، ما كناش شايلين هم الاكل ولا. يا ريت الدنيا والله كلها همها اكل. الحمد لله يعني. ومش والحاجه والله مش كتر اللحمه، احنا كتر اللحمه وكتر السمك والله ما بكتره. فانا بقول لكم احنا عشان ولادنا يعني جيل غير الجيل ودنيا غير الدنيا، فاحنا نديهم، نحط ندخل البروتين او اللحمه في الاكل بس مش بكميات كبيره يعني. نحط كميات بسيطه. قطعي الفراخ تقطيعه تكفيكي مثلا، بدل ما تجيبي الفرخه على مره انتوا مثلا 4 افراد او 5 افراد، تجيبي الفرخه على مره. لا انت هاتي فرختين وقطعيهم نفس التقطيع ده، هيكفوكي 3 اكلات وهيزيد قطع كمان. فاهماني؟
بحيث ان انا ندبر دنيتي، نوفر يعني احنا في زمن والله العظيم يا بنات لازم نوفر. ولا يعني يمكن انا قلت لكم في كذا فيديو وهتني اقول لكم لحد يعني ما ربنا يفرجها من عنده، الاسعار دي تنزل والناس تعرف يعني. والله المستعان، اللي بيطلع ما عادش بينزل، بس يعني الله المستعان. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا بقى انا كنت بغسل الحاجه عشان بس ما انتوش من بعض وبنروق كده ايه. انا هعمل ايه يا بنات بقى عشان نبقوا يعني في انا اللحمه هعملها مثلا على كذا 3 اكلات، وهيزيد اكل يعني، هيزيد مش اكل، هيزيد قطعه لو دخل عليا ضيف او حاجه. ما دخل وطبعا لا، وفي يعني ممكن دخل عليك الضيف هيبقى معاكي. احنا طبعا عارفين ان احنا معانا فلوس زياده، مش بنحط كله في الحصاله. لو دخل عليا حد ممكن اجيب فرخه برضو ازود دنيتي، يبقى ما بقاش مثلا زحمه نفسي جامد يعني. والسمك يا بنات عملته على اكلتين، 3 كيلو، عملت كيلو ونص وكيلو ونص. احنا زي ما قلت لكم احنا 5 افراد اللي بنتغدى الغدا الرئيسي يعني. ايه تاني يا امان؟ اللحمه التانية، اللحمه اللي هي اللي هي الجاموسي دي، عملتها على اكلتين، هعملها على نوعين طبيخ. فانا كده عملت لنفسي 8 اكلات فيهم لحمه وسمك. 8 اكلات فيهم لحمه وسمك، هيبقى قصادهم 7 ما فيهمش لا لحمه ولا سمك. ال7 اللي ما فيهمش ولا لحمه ولا سمك انا هعمل يوم كده ويوم كده، يوم امشيها لحمه، يوم امشيها ما فيش حاجه خالص، اللي هو طبيخ ما فيهوش اي حاجه خالص. يوم اللي بعده سمك، يوم بعد كده ما فيش حاجه خالص. وصلت معاكم بحيث ان انا اشيل الايام اللي بعضها. طيب اليوم اللي ما فيهوش حاجه خالص ايه يا امان هتعمليه؟ يا اعمل صينيه بدنجان مثلا واعمل جنبها اي حاجه طريه. طبعا انا قلت لكم الرقاق على الرخاء بعمله على البوتاجاز عادي من فوق، ممكن اعمله طبعا على السطح. يا تعملي مثلا العيش بالفرن بتاعنا العادي، طلع هو اللي يعني طلع العيش بتاع العيش بتاع اللي هو العيش بتاع الدعم ده، اللي هو العيش بتاعنا اللي هو على بطاقه العيش ده، طلع هو العيش الصحي يعني. الدكتور قال له ده العيش الصحي، قال لجوزي ده العيش الصحي. فاعمل مثلا يوم بامي، يوم عدس برز، يوم كشري مصري. بصوا ظبطوها بقى يا بنات بحيث اي حاجه في اليوم ده اكل اي حاجه فيه. طب بس يكون طبيخ، اهم حاجه طبيخ ورز عشان ولادنا يملوا بطنهم يعني كده. واحده كانت سالتني بنات ان هي عندها نسبه دهون ثلاثيه برضو عاليه زي جوزي. الدكتور قال لها تاكل العيش اللي هو العيش اللي بتاع البطاقه ده تحت العيش، ياكل رغيف بس في اليوم. ما يتعشاش نهائي من اذان المغرب، ما ياكلش اي حاجه. يحاول يبقى اكله كله مشوي. ايه تاني؟ يبعد عن الزيوت المهدرجه يعني، يا ياكل زيت زيتون يا سمنه فلاح. ايه تاني يا ربي عشان بس ما انساش حاجه؟ آه يعني بنظام، هو عامل له نظام رجيم فاهميني، بس نظام رجيم قاسي شويه، انه يبعد عن السكريات نهائي. ما يشربش الشاي بسكر خالص، ما ياكلش عسل. قال له انا منعه من العسل يعني دلوقتي، لب حاجات كتير منعه منها. هو يعني هو شد عليه شويه بحيث ان هو عارفين، لان نسبه الدهون عند جوزي 800، الدهون 800 وحاجه من، والطبيعي بتاعها المفروض 150 او المفروض الطبيعي 150. فكونها ان هي تبقى 800 وحاجه فعاليه جامد. فهو شدد عليه شويه بحيث ان هي ما تعلاش عن كده، او يعني يحاول ينزلها. في واحده بقى كانت في التعليقات كانت قايله لي على بقدونس وحاجه تانية، يا ربي انا لسه ما جبتهاش والله، عايزه اجيبها. هرجع للتعليقات تاني واشوفها في الفيديو اللي فات، اللي هي قالت لي ونزل عندها نسبه الدهون الحمد لله. انا جوزي بنات مش تخين كعود يعني، مش تخين، فالدهون دي من جوه. عارفين لو دهون تخن ان هو تخين كانت بقت اسهل يعني. ده هو حاجه 85 كيلو يعني، مش تخين اللي هو التخن الجامد يعني. المهم انا كنت قسمت التقسيمه يا بنات وبعدها لكم اهو. وما تنسوش بقى لايك واشتراك، وهتوحشوني من هنا الفيديو الجاي، ومع السلامه.